السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ازيكم يا أحلى حبايب؟ وحشتونا. إن شاء الله بإذن الله النهاردة أنا هعمل كحك. الكحك دون من غير خميرة. إن شاء الله بإذن الله أنا هوريكم هنعمل إيه. أنا معايا دلوقتي معايا عجوة أهي. هبدأ إن أنا أحط عليها شوية سمنة. هنسمي الله كده، اقول بسم الله. احط عليها سمنه كده زي ما انتم شايفين، واحط عليها شويه قرفه، حوالي معلقه قرفه كده، واحط حوالي معلقه سمسم عليها، او حوالي بالظبط كده معلقه سمسم. وهسمي الله كده وابدا اعجنها. افضل اعجنها كده لحد ما تطرى وتبقى ايه في بعضها. بسم الله. بصوا حبايبي، انا ايه اهو عملتها. حطيت عليها طبعا السمسم وقرفه والسمنه، وحطيت ادعكها في بعضها كده لما طريت خالص. هبدا بقى ان شاء الله اسمي الله كده، واخد حته صغيره كده زي ما انتم شايفين كده، واكورها كلها كده. اهي زي ما انتم شايفين كده بكورها. بصوا يا حبايبي، انا بكور العجوه بالطريقه دي كده. هكورها كلها عشان هحشي بيها الكحك. اهي هكورها كلها واوريها لكم. عملت العجوه زي ما انتم شايفين كده، كورتها اهو كلها. وهبدا بقى ان شاء الله. انا معايا كده 2 كيلو دقيق، هبدا انخلهم اهو يا جماعه. بصوا حبايبي، انا اهو بنخل الدقيق اهو. احط عليه السمسم اهو، واحط حوالي معلقه صغيره ريحه كحك بس كده. واحط على كل كيلو هحط 4 معالق سكر. كل كيلو بيتحط عليه 4 معالق سكر بنين على اخرهم، سكر ناعم كده. تلاقي 3 حطيت 8 معالق عشان انا عامله 2 كيلو دقيق. الكيلو عليه 4 معالق سكر ناعم. اقلبهم كده. وكل كيلو عليه كيس بيكنج باودر من ده كامل، لان طبعا انا عاملاه مش حاطه عليه خميره، لان الخميره ما بتخلوش حلو، لكن البيكنج باودر بيبقى طعمه حلو وبيخليه طعمه جميل، وبينفش زيه زي الخميره. هنسمي الله كده اهو واحطه. بسم الله. ده الكيس التاني اهو. يبقى انا حطيت ايه، كل كيلو دقيق ليه كيس بيكنج باودر. وهقلبهم كده. بسم الله. نقلبهم في بعض كده. انا كان عندي معلقتين سمنه كده حطيتهم. وهحط ايه الكيلو الدقيق عليه كوبايه سمنه زي ما انت عايزه، يعني كوبايه سمنه وكوبايه زيت. اللي هو المج ده بتحطيه ملوي زيت، والتاني تحطيه يعني ناقص شويه عن الكوبايه. فانا طبعا ايه ما عنديش الا معلقتين السمنه دول حطيتهم، وهكمل بالباقي زيت. هحط كده. نسمي الله. بصوا كده كوبايه اهي. كده كوبايتين، عشان انا يا جماعه عامله ايه 2 كيلو دقيق. كده انا حطيت كوبايتين زيت، وكده كوبايه ايه الا ربع اهي. واحط تاني كوبايه الا ربع كده بس. بسم الله. بفضل اقلب العجينه كده. هبدا ان انا ايه ابسه كده. بص انا هفضل ابسه كده لمده 10 دقايق لحد ما ادخل السمن والزيت جوه الدقيق، ما يبقاش فيه دقيق خالص اهو. بصوا انا بسيت العجينه اهي. بصوا بسيت الدقيق، بصوا عامل ازاي ما شاء الله عليه اهو. بسيته كله كده وخليته 100 100 اهو. بصوا. نبدا بقى ايه. انا معايا هنا
معايا لبن على ميه. هبدا ان انا ايه ارش كده بالراحه. بسم الله. بسم الله. تطلعي كحك ناعم وحلو، ما تلتيش فيه، يا دوبك تلميه كده زي ما انا بعمل كده اهو. بصوا كده عشان يطلع معاكي ناعم وحلو اهو. اهو يا جماعه بصوا اهو كده بايديكي من فوق كده وتعملي كده عشان ايه ما تلتيش فيه. لو لتيتي فيه بينشف، لكن كده بصوا زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله العجينه تحت ايديا عامله زي الملبن ازاي اهي. هي كده خلاص مش عايزه اي حاجه. هلمها ايه وبعد ما المها اوريها. عباره عن ملبن تحت ايديا. بصوا ما شاء الله عليها اهي اهو. بصوا يا جماعه حاجه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا كده خلصتها. هبدا بقى ايه اقطعها واشكلها زي ما انا عايزه. اسيب بس العجينه ترتاح كده 5 دقايق وابدا اقطعها. انا قطعت العجينه اهو يا جماعه. هعملها زي ما انتم شايفين كده اهي. وهاخد هنا حته العجوه كده اهي. واروح ايه قافلاها كويس كده زي ما انتم شايفين كده اهي. واعملها كده واحطها في الصاج كده شايفين اهو. هوريكم واحده كمان وايه واعملها كله وابقى اوريهولكم. بصوا اهي العجينه اهي. واحط بقى البتاع اهو حته العجوه اهي زي ما انتم شايفين كده. واقفلها كده اهي كده اهي. احطها كده اهي. بصوا يا جماعه اهي. هكمل السجان كده واوريها لكم اهو يا جماعه. انا عملت اهو قطعت اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده اهو. نقشت بالمنقاش وهنا اهي. وهسويه واوريهولكم اهو يا جماعه. بصوا يا جماعه انا طلعت الصاج اهو من الفرن اهو يا جماعه ما شاء الله عليه. بصوا السوا عامل ازاي. انا مشكلاه كده زي ورق الشجر اهو. بصوا منظره جميل قوي ازاي. بسم الله ما شاء الله. وريحته جميله جدا. بصوا ناعم خالص. بصوا يا جماعه ناعم. بصوا ناعم ازاي. بسم الله ما شاء الله عليه. بصوا العجوه اهي. انا عاملاه بالعجوه. بصوا ما شاء الله حاجه يعني ريحه وطعم روعه روعه روعه. جربوا الاعمال الكحك دي هتعجبكم جدا واقتصاديه. بدل ما نشتري من بره تعملي في بيتك وتوفري وتبسطي عيالك وما بتاخدش وقت خالص. ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. وبسم الله ما شاء الله عليها جميله جدا. وان شاء الله يا حبايبي ما تنسوناش ان شاء الله في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مننا احلى جديد. وفعلوا لنا الجرس كده عشان القناه تكبر بيكم يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.